قد يملك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوتي، كيف ماشي الاخبار؟ معكم عبد القادر، واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة في حملة نشر القرآن الكريم في كل مكان. هالمرة الفيديو مع الخطيب عبد السلام محمد. بتمنى ادعوا لي بالشفاء العاجل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. فالشرف ليس في المرتبة الدنيوية، وليس في المكانة، وليس في المأكل، وليس في المشرب، وإنما الشرف في إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، نورتونا وشرفتونا عندنا في الدقلية. حبيبي ربنا يعزك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام؟ تمام والله. كل سنة وحضرتك طيب. إحنا في برنامج أسئلة دينية، تحب تشارك معانا؟ اتفضل. تمام. السؤال الأول معانا بيقول: في من نزلت سورة المجادلة؟ في خولة بنت ثعلبة. إجابة صحيحة، هي خولة بنت ثعلبة. لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي، لأنها كانت شديدة العناد. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي، اللهم إني أشكوه إليك. فينزل سيدنا جبريل على النبي ويقول له: يا رسول الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن فالتي نزلت في هذه السورة هي خولة بنت ثعلبة. السؤال الثاني معانا بيقول: من هم العشر المبشرون بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام. اولا سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا طلحه بن عبيد الله، سيدنا طلحه بن عبيد الله، ايوه، والزبير بن العوام، واللهم صل على النبي، وسعد بن ابي وقاص. تمام ماشي. تحب تسمعهم؟ نسمعهم. تمام. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكسبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر نبينا، فتظاهرا فهم له صهران. أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين، الذي كان يسهر ليله بركعة وترا يكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني عليا عالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وحزبهم، ليت الحروب منازل الأقلام. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم، وبعابد الرحمن، وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الواضح ان حضرتك عندك معلومات دينية، تحب تشارك معنا بسؤال ثالث؟ ما فيش مشكلة. تمام. السؤال معنا بيقول: من هم الذين تكلموا في المهد؟ هم تقريبا 4. إجابة صح، 4. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى بن مريم، وطفل آسيا رضي الله عنها وارضاها عليه السلام، وطفل جريج، شاهد جريج، وابن ناشطة بنت فرعون. تمام. إجابة صحيحة، هو نبي الله عيسى. لما جاء قومها إلى السيدة مريم، لما جاءوا إليها قالوا: يا مريم، من أين جئت بهذا الغلام؟ فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله، قال: إني عبد الله. فهذا هو سيدنا عيسى. وأما شاهد سيدنا يوسف، لما جاء عزيز مصر إلى زوجته قالت له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال: هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها، فأنطق الله تبارك وتعالى هذا الشاهد، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وأما شاهد ابن ماشطة بنت فرعون، لما جاءت ماشطة بنت فرعون فوقع منها المشط على الأرض التي كانت تمشط به لابنة فرعون، لما وقع منها أمالت على الأرض وأمسكت به وقالت: بسم الله. قالت لها: أتقصدين بسم الله باسم أبي؟ قالت لها: لا، بل هو ربي ورب أباك.
فأخبرت فرعون بذلك فجاء بها وبأولادها، فرمى الأول في الزيت المغلي، ورمى الثاني، ورمى الثالث، وجاء عند الرابع ولدها الرضيع فلزت كبدها فخافت على ولدها. قال لها: من ربك؟ فقالت له: هو الله ربي وربك. فألقى ولدها في الزيت المغلي. قال لها: يا أماه اثبتي فأنت على حق، فأنطقه الله تبارك وتعالى. وأما الشاهد الرابع فهو شاهد جريج الراهب، لما جاءوا إلى جريج وقالوا له: يا جريج هل زنيت في هذه المرأة؟ قال لهم: لا. فجاءوا بالولد الذين قد ادعوا أنه ولد جريج. قال: دعوني أصلي، فصلى ثم وضع يده على بطن الغلام وقال له: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فأنطقه الله تبارك وتعالى في المهد. إذن فإجابتك صحيحة وبارك الله فيك، وأشكرك على هذه الإجابات الصحيحة. وسؤال للسادة المشاهدين: من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ مستني إجابتكم في التعليقات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.